تحت امرك. هل احتفال تكريم كابتن حسن حمدي كان بمثابة بروفا للانتخابات، خصوصا بعد صدور قانون الرياضة ان شاء الله سيادة الرئيس هيصدق عليه خلال ايام وينشر في الجريدة الرسمية؟ هل كان استعراض عضلات؟ هل كان بالفعل بداية لجبهة اخرى ضد المهندس محمود طاهر ومجلسه اللي عملوا انجازات ممتازة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الكابتن انا شايف اللي هي ممكن نقول ميكس ما بين وما بين. نعم. يعني انا اتصور ان انجازات كابتن حسن حمدي لا يعني محدش يقدر ينكرها ابدا ابدا. يعني هو عمل انجازات كبيره قوي للنادي الاهلي لما كان مسؤول عن اداره القلعه الحمراء. اتصور انها ممكن تكون بروفا للدخول في معترك او في منافسه الشريفه زي ما بنسميها، او حضرتك يعني عودتني اللي انا اقول كده من خلال متابعتك، يعني ان منافسه شريفه على رئاسه النادي الاهلي. واعتقد اللي هو اسهمه في الاحتفال الاخير بانت قوي. يعني كانت واضحه الحقيقه. انا اتفاجئت يا كابتن لان لقيت الناس كتير جدا جدا حضروا وفي كلام. هل معنى الحضور يا ياسر انه ده تأييد، او انه انا انت دعيتني فانا احترمتك وجيت؟ ده امر جميل يعني. والحقيقه الحضور كان مفاجئ بالنسبه لي لانه بالفعل ما كانش فيه مكان. لكن معنى ان انا بحترمك وباجي ان انا بايدك مش لازم يعني. ده توقعي او ده وجهه نظر يعني. طبعا نعم. وجهه نظر حضرتك تحترم الحقيقه، لان طبعا انا مش معنى اللي انا اجي لحد اللي انا مأيده. لكن انا لما باجي لشوبير سوري كابتن شوبير وحفظ الالقاب طبعا ليها معنى عندي اللي انا جاي عشان مقتنع ان ده شوبير. يعني غصب عني اللي انا قاعد ومستني وزحمه الكوبري طالع مثلا قد كده ورايح مشوار كبير جدا وبشرب ميه في العربيه وتعبان جدا، بس انا جاي لي شوبير. يعني ده قيمه كبيره بالنسبه لي. انا تصوري اللي وجهه نظر حضرتك طبعا مظبوطه، مش دليل اللي انا اجي اللي انا مأيد. لكن انا شخصيا كياسر انا بقول اللي انا بروح لحد مأيده 100%. لو مش مقتنع اللي شوبير افضل اعلامي في مصر مش هجيله اصلا ومش هستحمل كل ده ومش كومبلومون حضرتك عارف. لكن حكايه اللي الناس تيجي وما تكونش مأيده ليه كابتن حسن حمدي طبعا احتمال وارد جدا جدا، وخاصه اللي احنا في مصر مش في امريكا. لا هذه الكلمه الثانيه، احنا في مصر مش في امريكا. طب يعني ايه؟ يعني الناس مش واضحه قوي. يعني احنا عندنا إدارة العادة اللي أنا بحب شوبير فبحب شوبير خلاص انتهى. مهما يزعل حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. في ناس كتير بتتصيد الأخطاء اللي ملاش أي داعي. أرجع أعيد السؤال بشكل تاني. هل هي تدشين لحملة انتخابية؟ هل هو تدشين لأنه الخطيب سيرشح نفسه رئيسا للنادي الأهلي؟ هل وجود العمري فاروق، وجود خالد درندلي، وجود طارق قنديل ده ملامح لجبهة الكابتن خطيب؟ في وجود محمد جمال الجرحي ملامح لجبهة الكابتن خطيب؟ في خالد مرتجي ما جاش بس كان في امريكا. انا سالت يعني ملامح لجبهه الكابتن خطيب في الانتخابات المقبله. اتصور كده يا كابتن اللي دي بروفه قويه واستعداد من جميع الاطراف، خاصه الكابتن الخطيب زي ما حضرتك عارف يعني سيد العارفين ان هو ليه شعبيه كبيره جدا في النادي الاهلي، ويتم اعداده من ناس كتير جدا. يعني اعضاء الجمعيه العموميه وحضرتك برضو عارف بيحاولوا اللي هم يعملوا عمليه بريس اللي هو يضغطوا عليه عشان يخش في انتخابات. محمود الخطيب قيمه كبيره جدا، تاريخ كبير للنادي الاهلي، رمز. ما تقوليش بيحاولوا. خليني اسالك، هل الخطيب اتخذ قرارا نهائيا بالترشح لرئاسه النادي الاهلي؟ لا انا سالته على فكره، انا سالته حضرتك انت موجود في الحفله بتاعه الاهرام. انا سالت الكابتن الخطيب الكلام ده الاهرام من 6 شهور. قلت له قال لي لا لسه انا متردد. قال لي انا لسه ما قررتش على ارض الواقع اللي انا انزل انتخابات الرئاسه، لكن الفكره مطروحه. خلاص، ما هو الفكره تبلورت الى قرار الان ام لا؟ لانه خلي بال حضرتك انت بتتكلم انه 15/12 هو الموعد النهائي لاجراء الانتخابات في كل انديه مصر. الموضوع محسوم خلاص. صحيح، ده صحيح. هل الفكره تبلورت الى قرار في ذهن الكابتن الخطيب؟ ما وضحش. يعني ما وضحليش. مش لازم هو يوضح. بس انت راجل صحفي. انا اعتقد تعتقد والمنافسه بينه وبين محمود طاهر شرسه. 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 ليه شرسه بقى؟ نعم شرسه. انا ممكن احط تحتيها 1000 خط. كويس. المهندس محمود طاهر على الرغم في ناس معه وناس ضد، زي اي حاجه، زي اي حد في الدنيا. الرسول عليه الصلاه والسلام الناس اختلفت عليه اصلا. يعني في بعض
لكن انا شايف اللي محمود طاهر بعد الفتره الاولانيه يا كابتن شوبير نعم. بدا بقى يسوق، يعني بدا يشتغل بلغه الرياضه، اللي بدا رجليه خلاص نزل الملعب، بدا يعرف لعيبه الكوره، بدا يجتمع مع الجهاز الفني، بدا يصدر قرارات مع الوقت. يعني عايز اقول اكتسب خبره رئاسه النادي. عمل شعبيه زادت شويه، عمل يعني بعض الاجتماعات للالعاب الاخرى يا كابتن شوبير، يعني حتى مش الكوره بس، انت عندك كمان السله، عندك الهاند بول، عندك، لان ما ينفعش ان انا اختلف مع حضرتك وفي الاخر انسى كل انجازات شوبير ككابتن منتخب مصر والنادي الاهلي، يبقى انا كريزي، يعني انا مش طبيعي. لكن الانسان السوي يقول ان طبعا ان النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه هم اللي هيكونوا نقطه الحسم ما بين الاثنين. اتصور منافسه شرسه، بوضح تاني شرسه، لان حتى اللي هيفوز بحاجه قليله قوي، يعني فرق قليل من الاصوات الانتخابيه. طيب